السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع مهم جدا، المحبطين في الدايت. أول ما نبدأ نعمل دايت تبدأ تظهر لك نوعية من الناس تحبطك في اللي انت بتعمليه. يا ستي دايت، يا ستي وبتاع، يا ستي يا ستي ما انت كده كده، انت كده بطه كده ووزه كده في نفسك. دايت وكلام فاضي ايه شويه كده. ده انت وشك بقى عامل زي اللقمه، ده انت وشك اصفر، انت بقى شكلك زي العيانين. يا شيخه رجيم ايه وبتاع ايه. طبعا هما دول المحبطين، لازم نبعد عنهم تماما ولا نلقي بكلامهم اي اهتمام. ربنا خلق لنا اذنين عشان كده، عشان ناخد من هنا ونسمع من هنا. طالما كلامهم هيحبطني او هيخليهم يوقفني عن حلمي وهدفي. التخسيس هيزيد الجمال، هيزيدك رشاقة، هيخلي صحتك افضل، هيخلي حركتك خفيفة. فبالتالي هي ممكن تكون اللي بتقولك كده هي نفسها مش قادرة تاخد الخطوة دي او مش قادرة تعمل زيك. فبالتالي انا مش قادرة اعمل زيها، يبقى احبطها. هتقنعك ان انت بقى شكلك وحش، هتقنعك ان انت بقيتي خشب الله عبد الناشف وبقيتي لحمه على عظم. يا بنتي ده الست جمالها في تخنها ووظاوزها كده وتبقى بطه كده في نفسها. لا، هيقنعوكي بحاجات كتير طبعا جدا غلط. سبق قبل كده قلنا السمنه بوابه لامراض كتير جدا. السكر من النوع الثاني سببه السمنه، كوليسترول، الدهون، شرايين القلب، كل دي امراض مسبباها السمنه. فبالتالي مش عاوزين الكلام المحبط ده يأثر معانا بأي طريقة من الطرق، ونكمل طريقنا وهدفنا زي ما احنا ماشيين بالظبط. وما تسمعيش كلامهم، لان هم دول محبطين الدايت اللي هيحبطوكي ومش هيخلوكي تكملي. لكن انت لازم تكوني اقوى منهم، اقوى منهم بارادتك، بتحديكي، بان انك تفضلي ماسكه في حلمك للنهايه. ووقتها هيقولوا لك عملتيها ازاي، انت وصلتي للي انت وصلتي ده ازاي. مش هيبقوا مصدقين ان انت بقيتي انسانه تانية، ممكن اللي يشوفك ما يعرفكيش اصلا. ف فبالتالي مش هيبقى وراهم غير انهم يحاولوا يحبطوكي ويوقفوكي عن الطريق اللي انت ماشيه فيه، لان هم نفسهم مش قادرين ياخدوا الخطوه دي، او ما عندهمش القدره ولا قوه الاراده انهم يقدروا يعملوا زيك. ممكن يكون وزنها كبير جدا جدا ومش قادره تسيطر على نفسها ولا عندها قوه اراده. لقت حد من قرايبها، اختها بقى ولا جارتها، بتعمل رجيم، فجاه كده ما شاء الله بدات تحلو، بدات تخس، بدات شكلها يبقى جميل. ف ازاي يعني انا مش قادره اعمل كده، فبالتالي احبطك عشان اخليكي زيي. تمام. فبالتالي ما نسمعش كلام حد. اللي تقولك لا ده انت كفايه عليكي كده وانت شايفه نفسك لسه محتاجه ان انت تخسي اكتر، كملي وما تسمعيش كلام حد ومالكيش دعوه بحد. لان دول ما وراهمش غير انهم هيوقفوك عن حلمك، وبل بالعكس هترجعي تتراجعي تاني. كملي حلمك للنهايه عشان توصلي وتكسبي نفسك وجمالك وصحتك، عشان نفسك وعشان صحتك. بالتوفيق ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك للفيديو واعملوا لنا اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.